السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله كيكة الشاي. طلع بسم الله ما شاء الله هشة وجميلة جدا وبمقادير سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف مقاديرها. شايفين الجمال ما شاء الله. الله، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لو بتشوفوني أول مرة. يلا تعالوا بقى نسمي بسم الله ونشوف الجمال ده كله عملناه ازاي. معايا هنا 3 بيضات وفانيليا، اضربهم مع بعض كده بالمضرب الكهربائي او ممكن في الخلاط عادي جدا يعني. نضربهم بقى شويه بالشكل ده كده. ننزل عليهم بقى كده بكوبايه ونص من السكر. سكر عادي طبعا، مش بودره ولا حاجه. ونبدأ نضربهم كده مع بعض. نضربهم شويه لغايه ما لونهم يفتح. انزل هنا بقى كده. شايفين اللون بقى ما شاء الله بقى جميل ازاي. احط بقى كوبايه الا ربع من الزيت واضربهم كويس قوي. معايا كمان كوبايه من اللبن. اضربهم كده كويس. معايا بقى هنا 3 كوبايات من الدقيق وادخلهم كده كويس قوي. ادي كوبايه ودي التانية. كده الكوبايه التالتة. كده انا خدتهم كويس قوي. معايا بقى رشه من الملح ومعايا كمان كيس كشيف. واضربهم بقى كده كويس في المضرب. شايفين بقى بالمضرب الكهربائي جميل ازاي. كده ضربتهم كويس قوي. معايا هنا بقى صينيه مقاس تقريبا 26 ودهنتها بالسمنه. صبيت فيها خليط الكيك كده. اخبطها كده على الرخامه خبطتين. وطبعا مسخنه الفرن. سبتها نص ساعة بس في الفرن على الشبكة وطلعتها بقى. وشايفين الجمال. الله أكبر عليك ما شاء الله.
شايفين لونها حلو ازاي؟ انا هنا بوريكم ان السكينه طالعه نضيفه مستويه كويس اوي من جوه. ابدا بقى كده اقطعها. شايفين بقى ما شاء الله، شايفين هشه خالص ازاي ما شاء الله. اتفضلوا بقى معانا. اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحفظ الله.